بنجور يا شبابز. لا هو المفروض ما نقولش بنجور عشان احنا هنقضي يوم واحد الماني النهارده، يبقى لازم نقول جوتين مورجن يا شبابز. النهارده ورجعت لكم بحلقه جديده وهتكون مختلفه تماما، واللي هنعيش فيها يوم الماني هنا في المانيا. طبيعي في المانيا، امال هيكون الماني في كوريا؟ فحلقه النهارده الصراحه هتكون مميزه جدا لان هنتعرف على روتينهم اكتر وكمان ثقافتهم المختلفه هنا. عايز اقول لكم ان الصراحه الاكسبيرينس ديت بالنسبه لها هتكون مميزه جدا، لاني اول ما صحيت من النوم بدات بيومي بالجري، جريت حوالي ساعه ونص في الشارع. الصراحه كانت الاجواء جميله جدا رغم ان انتم شوفوا ما فيش اي حد في الشارع خالص ماشي. فالرياضه بالنسبه للالمان هنا مهمه جدا، حفاظا على اللياقه البدنيه وحفاظا برضه على صحتهم في نفس الوقت. فعايز اقول لكم ان جري الصبح الصراحه كان بالنسبه لي مهم جدا، انا بعملها ولكن نادرا مش يومين عزيزي المشاهد، احيانا. فكانت الاكسبيرينس دي بالنسبه لي مميزه جدا وانا بجري في الشارع كده لوحدي وسط اجواء الخريف اللي انتم شايفينها ديت. وبعد 3 ساعات عزيزي المشاهد جيت انزل من البيت، اتفاجئت للاسف من الجو. شو سفيتر ما شاء الله، شوف الجو عامل ازاي. طبعا كنت حابب ان ننزل عشان افطر دلوقتي، بس اتفاجئت ان اصلا الجو عمال يمطر زي ما انتم شايفين كده. فاحنا لازم نستنى لحد ما تبطل مطر وبعدين هننزل علشان نفطر ونقضي باقي اليوم كواحد الماني هنا. هنا في المانيا يعتبر التفاحه بدايه يومك بيها تبقى حاجه عظمه الصراحه، فبسم الله. فرز المخلفات اهم حاجه عند الالمان. عايز اقول لك الصبح الاكياس تترمي في الاكياس والكرتون في الكرتون، ده البلاستيك، كل البلاستيك كده نرميه هنا. المشكله عمال اوقع في كل مكان. فالصراحه عندهم انضباط حلو جدا في رمي المخلفات وتنظيم كويس جدا، بيحبوا الفرز. وعندكم بقى الصندوق الاسود ده، طبعا انا عارف ان انا هدوقكم بالكاميرا يمين وشمال. ده اللي بنرمي فيه كل المخلفات عادي، مفيش مشكله. تعرفوا في ميزه حلوه بقى هنا، لو انت عايش في البيت هنا مثلا في اي عماره وتلاقي عندك جنينه كده زي ما انت شايف، بتقدر تشوي فيها، تقدر تستاذن من صاحب البيت لو انت حبيت تزرع وتهتم بيها. وفي نفس الوقت لو الزرع مثلا كبر فبتقدر انت تعتني بالحديقه ديت وتقص الزرع وتهتم بيها، ويخليك تحط فيها حاجات خاصه وتستخدمها انت كاستخدام خاص، ولكن لازم تساله قبل ما تعمل كل حاجه. شوف صاحب البيت هنا بيقول لك لازم كل اسبوعين حد ينظف قدام السلالم بتاعته. هو كده انا شايف حلو، لان بيوفر عليك نيبن كوستن. نيبن كوستن ده لما يخلي حد شغال في العماره ينظف قدام البيت، فانت بتدفع كل شهر كده كده مع الايجار نيبن كوستن. فبيجي اخر السنه بقى مثلا نشوف الحاجات اللي صلحها في البيت ومين كان شغال ينظف في العماره. مثلا لو ما في حاجات تصليحات بسيطه اتصلحت في البيت، فهنا اخر السنه بيشوف انت دفعت، لو دفعت زياده فبيرجع لك فلوس، لو هو دفع زياده مثلا فبيطلب منك فلوس تاني. فنظام يعني غريب شويه هنا. شايفين الهدوء ده؟ يمكن في ناس كتير جدا تشوف ان ده هدوء مفرط، بس عايز اقول لكم ان دي حياتهم كده. اذا كان في الريف او في المدينه يحبوا جدا الراحه، راحه البال وراحه الهدوء. الاماكن اللي بيكون فيها هدوء للعلم بتيجي تشتري فيها بيت هنا بيكون غاليه جدا عكس المدينه. فدايما الالمان هنا يحبوا الجو للهدوء، وفي نفس الوقت ده بيكون جوهم عزيزي المشاهد. فشوفوا الشوارع عامله ازاي دلوقتي، يا سلام. ده واحد من البيوت اللي موجوده هنا اللي بيعمل لها اعاده ترميم او بيتبني من اول وجديد. عايز اقول لكم ان اصلا البيوت عندهم هنا لما بتتبني او بيتعمل لها اعاده ترميم فبتاخد لها وقت كبير جدا عشان يكون شغل بضمير، وبعد كده يعني ما يبقاش في مشاكل في الصيانه ومشاكل في البيت ويقع فوق صحابه لا قدر الله. وعايز اقول لكم كمان ان معظم البيوت اللي انتم شايفينها ديت كلها كل واحد هتلاقي عنده كلب قاعد معاه كده في البيت يسليه جوه، ومثلا يومين الساعه 6 الصبح لازم ينزل ويخرج يتمشى بيه. فالاماكن الهاديه ديت انك تنزل وتتمشى فيها للاسترخاء والراحه بتكون بالنسبه لهم حاجه حلوه قوي الصراحه. يا جماعه كميه الهواء اللي موجود دلوقتي حلو جدا ونقي وفريش، بس في نفس الوقت عايز اقول لكم ان اكتوبر ده مجنون الصراحه في الطقس ده. وعايز اقول لكم برضو لما بيجي يبنوا اي بيت هنا
فلازم يكونوا حذرين في الاصوات العاليه والضجه اللي بيطلعوها. وكمان اوقات العمل عندهم بتبدا من الساعه 6 او 7 الصبح لحد 8 او 7 بالليل، وبعد كده ما ينفعش بقى يكون في اصوات عاليه تاني. وكمان في نفس الوقت الغبار او مثلا التراب اللي بيرموه في الارض بيرموه لازم في الكونتينر او في سله، ما ينفعش يوسخوا بقى الارض نهائيا. فلازم يحافظوا على نظافه الارض ونظافه كمان البيوت اللي حواليهم. عايز اقول لكم ان لو معيش مايك دلوقتي مش هتسمعوا اصلا صوتي بسبب العاصفه القويه ديت. حاليا درجه الحراره 7، وكمان كالعاده محذريننا، يعني بقاله اسبوع اصلا التحذير ده ان في عاصفه قويه هنا، فلازم برضو يلتزموا ببيوتهم. وخدوا بالكم الطرق السريعه دي للاسف اللي بيحصل فيها حوادث دايما بسبب الاشجار اللي بتقع فيها، فربنا يسترها على الجميع. عايز اقول لكم دلوقتي ان انا جيت على مخبز في المنطقه اللي انا عايش فيها. المخبز ده طبعا هنا في المانيا زي محلات الفول والطعميه عندنا في مصر بالظبط. بس خليني اقول لكم عزيزي المشاهد ان صراحه الروتين اليوم عندهم بيضاف في الفطار هنا بتلاقي بالكابتشينو او بالقهوه، بس انا حبيت ان اختار الكابتشينو. وغير بقى نيجي للسندوتش اللي انتم شايفينه ده، طبعا موجود فيه بوتر، موجود فيه زبده، وفي نفس الوقت بيض وجبنه رومي. عايز اقول لكم ان السندوتش ده زي سندوتش الفول والطعميه عندنا بالظبط برضه. عايز اقول لكم اصلا الالمان موجود عندهم عدد كبير جدا من الخبز المختلف هنا، وفي نفس الوقت يعتبر المخبز ده هو رقم واحد اللي بيلجأوا ليه الصبح. بحب جدا الكابتشينو لما يكون مفيهوش سكر خالص. بس عايز اقول لكم صح ان انا من الانواع اللي لسه منتميه للفول والطعميه لحد دلوقتي، فلما باكل حاجه زي كده بندم الصراحه. فانا في الفيديو ده بمشي على روتينهم بالظبط حتى في افطارهم. انا عايز اقول لكم في البعض منهم لما يصحى من النوم بيقضيها جاتوه ومع قهوه. عايز اقول لكم الصراحه ان من قوه البرد والمطر اللي عمال ينزل، فطلعت البيت غيرت الجاكيت ولبست الجاكيت التقيل اللي مخليني شبه البطريق ده. عايز اوريكم برده واحد من الاماكن الحلوه اللي نزلت اتمشى فيها، وده الطبيعه محاطاك في كل مكان. شوفوا الجمال وبصوا جمدان البيت ده، الصراحه محطوط في موقع استراتيجي مهم جدا. شوفوا الغابات محاطاه في كل مكان، وفينا كام بيت هنا، وده معرض عربيات زي ما انتم شايفين كده، يعرض العربيات وكده. فبرده معرض العربيات دي نقطه الامان عنده قويه جدا، مش محتاج ندخل العربيات في المعرض بتاعه عشان ما تسرقش والكلام ده. فالصراحه المكان اللي احنا ماشيين عليه ده، تخيل تجري تعمل رياضه وتشوف جمال الطبيعه ديت، ما شاء الله تحسها قطعه من الجنه. والاجواء الاوروبيه والمطر ده، وحتى الناس راكبين العجل وماشيين. بس النقطه السلبيه الوحيده بقى في الشتاء هنا الصراحه، وانت بتتمشى او بتجري بشكل عام على الارصفه ديت اللي تلاقي جنبها كده الزرع، للاسف بيخرج انواع من انواع الدود على هيئه ديناصور، بتكون طويله قوي كده، فبتخلي ريحه الشارع زفر وبتخوفك وانت ماشي اصلا. يعني انا ما بحبش انزل لما يكون الجو بيمطر الصراحه الشارع هنا. مش قلت لكم ان ده اكتوبر المجنون؟ من حوالي نص ساعه كانت مطر، دلوقتي خلاص الشمس طلعت اهي. والله يا جماعه ما حدش فاهم حاجه للجو ده الصراحه، يعني هرموناته غريبه. طبعا انا دلوقتي في قلب المدينه، مدينه اسمها هورده، دورتموند هورده. حبيت ان نيجي ونتمشى في المدينه ديت شويه. شايفين الساعه ديت واللي في نفس الوقت عمود اهي، الساعه ديت حاطينها كده كمظهر او انتيكه للمدينه، وتلاقي في كل جنب من الجناب بتاعتها عليه ساعه بنفس التوقيت. عزيزي المشاهد مفيش اي اختلاف نهائيا. فالصراحه حسيت ان هنا في المانيا وفي كل مدينه الواحد بيمشي فيها ليها عادات مختلفه، ليها ثقافه مختلفه، وحتى الاماكن التاريخيه اللي موجوده هنا كل مكان من دول بيحكي قصه مميزه نهائيا، مش نفس القصص اللي موجوده في كل المدن. واحسن حاجه بقى في البلد ديت الصراحه ان كل سوق هتمشي فيه بتلاقي المحلات ديت كلها جنب بعض، محلات الملابس ومثلا ميك اب، برفانات، كل ما تتخيله، الدكاتره، العيادات، تلاقي مثلا محلات ورد، محلات نظارات،
فانت داخل السنترم ده اي حاجه تخطر على بالك ما تخطرش على بالك مش هتحتاج انك تروح مكان بعيد، طالما انت موجود في مثلا في اي مدينه وموجود فيها سنترم، في السنترم ده هتلاقي كل حاجه يا معلم في الممشى اللي انت بتمشي فيه. واحده من اغرب الحاجات اللي شفتها في الشارع وانا ماشي هنا السوسته اللي انتوا شايفينها ديت. تخيل عزيزي المشاهد ان ديت اصلا سوسته مطاطه عاملينها كده في الشارع عشان الناس تستمتع بيها. تخيل نتنطط كده نديها واحده ويه هوبا يا شباب الاستمتاع العميق. يقول مين الطفل اللي بيصور ايه الهبل ده. احلى حاجه كمان بقى ان في الحدائق العامه هنا مش كلها ولكن معظمها انك هتلاقي هنا دولاب للكتب بقى والروايات والقصص المختلفه اللي انت عايزها. تقدر تاخد الكتاب من هنا من بعض الاشخاص المشهوره اللي كاتبه الكتب ديت وتيجي تقعد هنا مستمتع وتتسلى بحياتك، ووراك احد اهم المعالم الموجوده هنا في المدينه مثلا زي الكاتدرائيه القديمه ديت. وفي نفس الوقت عاملين هنا كلعبه للشطرنج رسومات، تقدر تجيب الشطرنج معاك تلعب زي ما انت عايز هنا، تيجي تقعد ترتاح هنا. فالالمان بيقضوا معظم وقتهم بعد الشغل لا يقعدوا مع العائلات او بنفس الوقت ياخدوا اطفالهم ويقعدوا في الحدائق العامه ويخرجوا. عايز لكم الانضباط هنا الالماني بسبب بقى الاكل. طبعا اي حد الماني هنا عزيزي المشاهد بيبداوا الفروشتوك بتاعهم من الساعه 6 لحد الساعه 10 او 11 بمعنى الكلمه. وعندهم بقى الميتاكس ايسن. ميتاكس ايسن ده اللي هو تقدر تقول كده الفطار ما بعد الظهر او قبل الظهر الساعه 12 او الساعه 1. وعندهم كمان نخمتاج اسن. نخمتاج اسن او مثلا ابن بروت. ابن بروت ده اللي هو العشاء اللي بيبداوا يتعشوا بقى من الساعه 6 المغرب او 5 المغرب. وعايز اقول لكم ان هم بياكلوا 3 مرات اصلا في اليوم بس، والبعض منهم ممكن يديها 4 كده ايه عشان يكيف الكروش. فانا دلوقتي كالساعه 5 المغرب لازم ندور على مطعم عشان خاطر نتعشى. طبعا دخلت هنا مطعم قال لي تجرب الاكله التركيه هنا مختلفه. استاذ بروت ميت سفيبل يا Brot mit كاتوفل und سفيبل dabei. ja, طبعا دي تقدر تقول كرم الضيافه كبطاطس مهروسه وفي نفس الوقت بصل عاملينه جميل جدا. فبسم الله. نعم ليكا والله. استاذ بيكانت ايسن انتو كايا einer der bekanntesten heißt Gözleme. كوزلمه. Ja, genau. تعالوا عند الراجل الجميل ده لو انتم عايشين هنا في مدينه دورتموند. خليني اوريكم المطعم بتاعه. شوفوا موجود هنا في المدينه ده اسمه على طول. فخلينا نطلب من عنده اكله شهيره. ديت لحمه معموله بكسكسي Mit Granatapfel. يا شوفوا ما شاء الله هيحط لي عليها مع شويه الخس عشان نجرب الطعم الجميل ده وشويه ليمون كمان. ده genau wie China. بس خلينا نبلع اللي في بطني. بسم الله. والله زي لكه. Ja, danke. طعمها حلو قوي مع الليمون اللي حطوا عليه وهي كمان حرقه شويه. فالبرجر مع اللحمه عاملين ميكس رهيب بالذات لما تكون حرقه كده تكون سبايسي. عايز اقول لكم ان اللحمه النيه اللي مع البرجر اللي اديها لي الصراحه طعمها كان جميل جدا. فقررت تخليه يعمل لي سندوتش وجواه بقى سلطه والمشكلات ديت. موجود فيها بقى نعناع. والنعناع واخد اللحمه ديت في حته تانية. والله طعمها زي العسل. كانت تجربه اول مره في حياتي اجربها اصلا لحمه نيه مع برجر والحاجات دي. اول مره في حياتي اجرب حاجات زي ديت وما كنتش متوقع ان هي هتعجبني اصلا. بس صراحه طعمها مميز قوي. وعايز اقول لكم يا جماعه الصراحه ان انا بحب التنوع الثقافي في الاكل. بحب كل التجارب في الاكل يعني تكون تجربه حلوه فريده من نوعها. والمطبخ التركي بالذات هنا في المانيا منتشر بشكل كبير قوي. وعايز اقول لكم دلوقتي ده تحديد اصلا ان المفروض كواحد الماني بيقضي اليوم بتاعه في المانيا كان المفروض الواحد يقعد مع عيلته او مع اطفاله مثلا او مع اهله يزورهم في التوقيت الحالي. بس انا عشان عايش لوحدي حبيت نخرج الشارع وناكل من بره سندوتش كده لذيذ. قبل ما ننهي بقى الفيديو بتاعنا طبعا حبيت اخدكم جوله في الملاهي اللي موجوده في المدينه اللي انا عايش فيها دي اخر يوم. واخر يوم دايما في الملاهي دي بيحبوا يودعوا المدينه بالالعاب الناريه اللي بيضربوها في السماء والحاجات ديت. فهيكون احتفالات جميله جدا. وعايز اقول لكم ان الملاهي ديت اصلا بتقعد لفتره كده محدوده. تفضل موجوده لمده 3 ايام بس. بتكون قبل الهالوين باسبوع كده عشان خاطر الناس تستمتع بالاجواء ديت. وبيجيبوا فيها بعض الالعاب والكشاك. بس عزيزي المشاهد في لعبه غريبه هنا. الناس بتدخل الفلوس في الاله ديت علشان يسحبوا دبدوب. بس ما شفتش حد سحب دبدوب خالص. بصوا الشبابز اللي ورا دول بقالهم شويه عمالين يلعبوا يحطوا فلوس ولا دبدوب طلعوه لحد دلوقتي. بدات الاحتفالات يا شبابز. شوفوا الصواريخ اللي عاملين يضربوها. واو شوفوا الناس هنا عامله ازاي. الكل جاي عشان يتفرج.
هتولع دلوقتي بالظبط. لا واحلى حاجه كمان ان المطافي موجوده في كل مكان، بحيث لو حصل حريق ولا اي حاجه تلحق الحريقه دي. شوفوا المنظر عامل ازاي. عايز اقول لكم اصلا ان عدد الناس اللي موجوده في الملاهي هنا وبيتفرجوا على ضرب الصواريخ يعني نادرا اصلا لما اشوفهم في المدينه بيتمشوا، لان بس ما بيظهروش غير في المناسبات. تحس ان بعد ما المناسبات تنتهي خلاص المدينه بقت مهجوره. فصراحة الألعاب النارية اللي انتم شايفينها ديت جميلة جدا، بتدي نبض للحياة في المدينة، بحيث ان الناس تكون رايحة جاية بتعمل اكتيفيتيات تخلي الناس تخرج وتتفرج عليها. فبس عزيزي المشاهد يكون كده وصلنا لنهاية الفيديو، اشوفكم فيديوهات جديدة وان شاء الله تكونوا استمتعتوا من روتين ألماني هنا في ألمانيا.